انضمام لمدرستنا مدرسة المجانين حضرت الأستاذة داهية وبنتها الطالبة دواهي. تو ما نورت المدرسة مو ناويين تقولون حاجة؟ النور نورك ولا شيء؟ أبداً أبداً ما حبيت الترحيب والاستقبال حقكم. ليه وش تبون نسوي أكثر من كذا؟ أنتم سويتوا حاجة؟ وين السجاد الأحمر والتصفيق والترحيب؟ إن شاء الله المرة الجاية. المهم وفي قوانين لازم أذكر الطالبات فيها عشان ما يتناسون ويتساهلون بالقوانين، بعدين المدرسة تصير سبهللة. أنا ما أحب الهسترة والبسترة. لا يا حبيبتي، لما تصيرين مديرة تعالي تكلمين. وخري بس. وإيه بعد في بنت جديدة اسمها مدري ايش اسمها، ما هي شخصية مهمة أبدا. اسمي نبيلة. مو مهم. انتي مو مهمة. أقول اسكتي انتي وراسك المربع. على فكرة مرة مريولك طويل، لو قصرتيه زيادة يكون أحسن. شفتي يا ماما داهية؟ قلتلك مريولي طويل، لو قصرتيه يكون أحسن. حتى نبيلة دي لاحظت. لا كذا يكفي. بنات مسكينة نبيلة انحرجت وما حد أعطاها وجه. إيه مسكينة، عاد توها جاية المدرسة ويعاملونها بذي الطريقة. خلينا نصايح باسمها. نبيلة 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 تحيا نبيلة تحيا نبيلة تحيا نبيلة تحيا نبيلة. احنا نحبك نبيلة. اوه حتى انا احبكم، كيوت. يو حبيتهم ذولا، راح يكونون صديقاتي، بالذات اللي راسها كأنها بالونة قاعدة تكلم نفسها. اكيد قاعدة تقول دي البنت حلوة وجميلة، احلى واحدة بين صديقاتها. Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Do you understand? خلاص راح تكون صديقتي الانتيم. عاد تدرين وش قالت؟ قالت هذه أم راس كبير كأنها بالونة. ليلى خير؟ طير أنا راسي راس بالونة؟ إيه راسك كبير، وش أسوي؟ أصلا وش عرفك إنها قالت كذا؟ قالت لي العصفورة. عاد تدرين وش قالت عنك؟ وش قالت عني؟ طبعا أنا جميلة، ما راح تلقين نكتة تقولينها علي. إلا قالت عنك واحدة تشبه الحشرة وواضح عليها مزعجة وثرثارة وغبية بعد. أنا يا سارونة؟ أنا تقولين عني كذا؟ مو أنا اللي قلت كذا، نبيلة قالت كذا. وإنتي وش عرفك؟ قالت لي عصفورة. طبعا القوانين أنتم عارفينها، ما يحتاج أكرر كثير. المكياج الأوفر ممنوع، تجين المدرسة كأنك رايحة زواج، هذا ممنوع. بس مسموح تحطين مرطب وما له لون بعد، أو أحسن تحطين فازلين. والمريول القصير ممنوع، المريول القصير ممنوع. أعيد وأكرر 100 مرة، أهم شيء المريول يكون طويل. سامعيني؟ أنتي يا داهية بدال ما تركزين على الطالبات شوفي بنتك كيف كذا مريولها قصير، ولا مسموح على بنتك بس باقي البنات إجباري يطبقون الأنظمة حقتكم. انتي يا طالبة يا قليلة الأدب، ما تعرفين مع مين تتكلمين؟ مع مين يا ترى؟ أنا الداهية وبوديك ب60 داهية. داهية على نفسك يا عمري، مو علي هذا الكلام. أنا أوريك يا نبيلة، شكلك ما تدرين إني راح أدرسك. إذا يعني أنا أعلمك وش يعني مستقبلك كله بيدي. أنا يمديني أسقطك ما أخليك تتخرجين. لا خلاص يا مس داهية، كل شيء إلا الظلم. إيه كل شيء إلا الظلم والدرجات. لا بس أنا أبي أخليها تعيد السنة عشان كل سنة أشوفها، والصراحة حبيتها مرة. إيه واضحة النية، أعوذ بالله منك. كلنا معك يا نبيلة. I love you يا راس البالونة.
أنا غبية إني أعطيتها وجه وعززت لها. أنا أصلا أحتاج من يعزز لي لأن مشاعري تحطمت. حلوا مسألة 4 جماعي، اللي أشوفها تحل حالها ما تحسب لها درجة. آخر لكم مرة تسوون هذه الحركة. أي حركة؟ ليه ما حطيتوا السجاد أحمر؟ لين الفصل وأنا أمشي لازم أمشي على أرض تليق بمستواي العالي. معلش يا دواهي، ما حسبنا حساب السجاد. أبيكم تحسبون حسابكم يوميا. تمام. في جنب بيتنا سجادات وسخة كلها غبار، شكلي راح أجيبها وأفرشها لك لأن هذا اللي يليق بمستواك. أنتي احترمي نفسك، أنا ما يناسب لي إلا سجاد أحمر وورد. روحي زين. برجع أذكرك أنا دواهي بنت داهية اللي بتوديك ب60 داهية. انقلعي أنتي وأمك. والله تعجبني نبيلة، نفس جوي وأفكاري، حتى هي مشكلجية زيي. دواهي ماما. نعم أنتي الثانية. انتي؟ إيه أنتي. أجل أنا. اخلصي وش تبين؟ ما تصير كذا يا ماما، انتي مو محترمة وشايفة نفسك على أخواتك بالله. سوسو أنا آسفة على الكلام اللي قلته بالطابور. مو مشكلة، اللي فات مات وننسى الحكايات والمشاكل والنفسيات. ديل. هاي نونو. مين نونو؟ عيب يا سارونة، وش نونو؟ البنت ما صار لنا ساعة نعرفها. أقصد هاي نبيلة، كيفك وكيف أهلك؟ اشتقت لك واشتقت لأهلك وإخوانك. الله يفشلك، أمدى عرفتي أهلها، باقي لسه يا سارونة. أصلا أنا أهلي كلهم متوفين. أنا آسفة يا نبيلة، والله ما كنت أقصد أذكرك. الله يرحمهم ويغفر لهم. الله يرحمهم ويعظم أجرك. لا عادي، مو مشكلة، أنا مو زعلانة من الموضوع لأن الله كتب لي أعيش حياتي بدونهم. يا قلبي يا نبيلة، عاد أنا وسارونة على طول حبيناك من أول نظرة وقلنا خلاص أنتي راح تصيرين صديقتنا. والله حتى أنا حبيتكم من أول نظرة وحبيتكم أكثر لما صرتوا تعززون لي عشان تقهرون الأستاذ الكريهة. أيوة هي كذا كريهة مجنونة، فيها انفصام بالشخصية، كل يوم عندها شخصية جديدة، مرة مجنونة، مرة عصبية، مرة طيبة، مرة شريرة، مرة ومرة. أوف كيف مستحملينها؟ اي والله ما ادري كيف، الله يعين. سارونة ما في عزيمة شيء؟ ايه انا عزمتك يا نبيلة اليوم بعد المدرسة عندي بالبيت. تمام راح اجي. وانا يا سارونة ما يحتاج اعزمك، انتي وصلتي لمرحلة اشوفك تتغدين مع اهلي ومن دون ما ادري. انا مرة متحمسة عشان نخطط خطط جهنمية ضد داهية ودواهي. الله انتي جوي بالضبط، احب الخطط واجواء الانتقام، حتى اسألي المتابعين. قولولي صدق اللي قالته سارونة ولا لا؟ اكتبوا بالكومنت. وترقبوا الجزء الثاني، واهم شيء زر الاشتراك عشان تنضم الجيش سارونة راس البلونة، واهم شيء الشير عشان نكون اكبر واقوى جيش بالعالم. باي، احبكم.